نبيل معلول كابتن مبروك. الترجي يؤكد جدارته بأنه يدخل دور المجموعتين كحامل لقب بانتصار ب2-0، وانتصار رافقه إقناع في الأداء وفي النتيجة. وكنت سألتك كابتن قبل تحول نيجيريا أنه إدارة الترجي بدأت تخطط في الاحتفاظ بلقب ثاني وإنجاز كأول نادي تونسي يحافظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي من خلال القيام بانتدابات، وكذلك انتداب نبيل معلول الذي يعود مجددا لتدريب الفريق مع هذه المرحلة الحاسمة من دوري أبطال أفريقيا. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بك نافع، ومرحبا ببديع، ومرحبا بالضيوف الكرام والساده المشاهدين. الحمد لله المولى سبحانه وتعالى وفقنا اليوم. الشوط الاول معناها تعبنا، الشوط الثاني تعبنا فيه شويه. الشوط الاول كان سيطره اوضح واكثر، 2-0 كان بامكاننا باش ننهيو المباراه 3-0 في بدايه الشوط الثاني. عملنا التغييرات اللي خلتنا نحافظوا على نتيجه اللقاء. معناها صحيح انا انتصرنا 2-0 هنا على ارض المنافس، لكن المباراه ما كانتش سهله بالمره، خاصه تحضير المباراه، خاصه نعرفوا انه الترجي الرياضي التونسي حامل اللقب حاليا. كل فريق يحب يطيح بالترجي الرياضي التونسي، لكن الحمد لله اللاعبين كانوا مركزين وكانوا على مستوى عالي جدا من النضج التكتيكي اللي خلاهم يخرجوا ب3 نقاط فوز مهمه جدا لبقيه المشوار. كابتن، يعني من خلال تعاملك مع المباراه، من خلال الخطه التكتيكيه، ايضا تغييرات، نعرف جيدا الترجي خاض رحله صعبه، لم يكن على متن طائره خاصه، اكثر من 24 ساعه سفر، الوصول في ظروف لوجستيه واقامه صعبه، المناخ ايضا البارحه لم يخدم الترجي في التدريب، اليوم والحمد لله الامور كانت تمام. كيف تعاملت كابتن نبيل مع كل هذه الظروف للخروج بنقاط الفوز امام منافس ليس بالسهل وفي ظروف صعبه ايضا؟ والله اول ما عرفنا انه احنا ماناش جايين في طائره خاصه، خاطر تعرف تو موسم نتاع السياحه في تونس واحد، يعني ما لقيناش شركه تعطينا طائره خاصه. غيرنا معناها نوعيه التدريبات نتاعنا، قللنا من التدريبات نتاعنا، ايضا اعطينا اكثر راحه للاعبين، لانه كما تفضلت وقلت معناها الرحله دامت اكثر من 24 ساعه للوصول الى نيجيريا، وخاصه الى هنا معناها 48 ساعه باش وصلنا الى عين المكان وين تلعبت المباراه في ودي اليوم. اهم شيء هو الانضباط والتركيز معناها وحب العطاء بالنسبه للاعبين، هذا الشيء كان موجود تقريبا والحمد لله على كل اللاعبين. مازالوا عندنا لاعبين متغيبين، مازالوا عندنا لاعبين اخرين باش نزيدوهم في القائمه. انا متاكد انه الترجي معناها مستواه باش يزيد يتحسن اكثر في المباريات القادمه، لان اذا كان نحبوا نلعبوا معناها الادوار الاولى في الشامبيونز ليغ هذه لازمنا نطلعوا اكثر معناها في ريتم المباريات، لازم نساعدوا اكثر من مستوانا اللي لعبنا عليه اليوم، لانه معنا في المجموعه الاخرى هناك عده فرق ممتازه ايضا. شكرا لك يا كابتن نبيل، في انتظار